طول عمري كنت بحكم غلط على تمرين العضله مرتين في الاسبوع لحد ما جربت تمرينة الدفع بتاعت النهارده دي، واللي بسببها شفت تغيير اسبوع عن اسبوع. فكل اللي عليك دلوقتي ان انت تنزل تكتب لي كلمه السر في الكومنتات يا متين يا رب، وتتاكد انك عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك وتتشجع معايا كويس كده، عشان الفيديو النهارده مش هيكون قصير، لكن ههتم ان كل لحظه فيه فعلا تكون مفيده ليك وممتعه وفي كل الاشكال الفعاله اللي تلاقي منها نتيجه سريعه. يلا بينا هنبتدي اول التمرينه بتاعتنا النهارده على البار العالي بالوزن الحر. المره دي تنوع ما بين السميث والوزن الحر. هدخل تسخين اول مجموعه، بعد كده احط اتقل وزن واخش على طول اول مجموعه شغل. هي يا متين يا رب. اهم حاجه وانت قاعد على الكرسي خلي ظهرك من تحت لازق في الكرسي، برضو ما تعملش القرش دي. مش هدفي ان انا اعمل عدات كتير، على قد بس ما انا بفوق الجهاز العصبي للتمرينه دي واضخ شويه دم في العضلات. يلا بينا نخش اول مجموعه شغل. هدخل بقى اول مجموعه شغل باذن الله. ده الوزن اللي قريب من ال 100% بتاعي، بس انا كمني لاعب تمرينة رجل النهارده امبارح دمار جدا يعني، فايه هحاول اطلع زياده تدريجيه عشان لسه مش عارف اذا كان جسمي قادر ولا لا. دايما بحب وانا بتمرن اكون حريص جدا ان انا اكون بتمرن باذن الله بعيد عن الاصابات، مش بعتل وخلاص. لعبتي والرياضه بتاعتي مش رياضه تعتيل، رياضه فن في الاداء. يلا بينا. ايه يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب. 11 عدة مسطرة. خش المجموعة اللي بعدها بعد 5 دقايق راحة. نقلت على السميث علشان عايز العب بوزن تقيل شوية من غير ما حد يساعدني، وجبت كمان الرباطات بحيث ان انا اكون عامل سبورت اكتر لكوعي. في الايام بقى اللي انا مبقاش قادر اتمرن فيها زي النهارده كده، بشوف الراجل ده يديني كمية طاقة بشعة. ده شخص عنده مشكلة في الاعصاب وفي المخ وبيلعب بودي بيلدينج. مفيش حجة اللي انا ما اعملش اللي عليا، وانت كمان مفيش حجة. ده عنده عضلات على فكرة يمكن احسن مني. الراجل ده محارب، تعال نعمل زيه. يلا يا رب، انت المعين يا رب، انت المعين يا رب. بسم الله. بس دروب ست. بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. جابت اخرها 100%. هدخل بعديها تفتيح عالي بالدمبل، علشان انا الاول تمرينه كنت بستخدم عضلات مساعده زي التراي مثلا وزي الكتف الامامي، دلوقتي عايز اركز اكتر على الصدر من فوق، فبالتالي هعزلها شويه. ونحط الفانيلا بتاعتنا بما اني مش معايا فوطه يعني. اهم حاجه والنبي ما تسيبش اثرك على الاجهزه، احنا بنحب نتمرن كده واحنا نفسنا مفتوحه. يلا. بسم الله بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يا متين يا رب. سبعة ثمانية
تمرينه شكلها من بدايتها كده مبشره. 3 دقايق راحه، خش الزاويه اللي بعدها او نخش المجموعه اللي بعدها عفوا. رحت جبت ال 38. المره اللي فاتت كنت بلعب بال 34، دلوقتي 38. ربنا بيجبر بخاطري في الايام اللي انا كنت تعبان فيها ومكسل، فبيلهمني القوه اللي انا اقدر اكسر وزن انا ما كنتش بتمرن فيه في ايامي الطبيعيه اساسا، فالحمد لله والشكر لله يعني. يلا. على فكره لما تيجي تشيل وزن من بدايتك 10 كيلو لحد ما تبقى ايدي هول في نفسك وتشيل 500 كيلو نص طن، انت ما شلتش حاجه، هو ربنا اللي اداك القوه واللي اداك النقطه اللي انت تقدر تبدا وتنتهي فيها. افتكر دايما اللي هم شويه برد مش مرض مزمن او مرض خبيث بيخليك قاعد في البيت مش قادر حتى تخش الحمام لوحدك، فهي لا حول ولا قوه الا بالله في الاول وفي الاخر. إيه يا رب. انا بحب اعمل حركه البطيخ دي ما تفهمش ليه. حاجه مثمره عندي. يا رب. إيه 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 إيه. بس. 1 2 3 4 5 6 7 لسه 8. الحمد لله. من شويه وانا على الكيبل كروس كان في شابين بيتمرنوا تمرينه كده غريبه جدا، فانا عاده مش بحب اتدخل لاني مش شغلتي، انا مش شغال في المكان، وكمان مش بحب اعدل على حد. لكن انا شفتهم محتارين كده فسالته اتمرن ايه؟ فقال لي كيبل كروس اللي هو بتاع الصدر، بس كنت شايفه بيتمرن بايد واحده بس. فقلت له اتمرن بايديك الاثنين وانا هقف اوريك الحركه بتمشي ازاي. تخيل انت كابتني اللي انا واقف معاك عشان اوريك الحركه في نفس المكان بالظبط، مش بتبعت لي مسج مثلا لا انا معاك. فبص لي كده بطريقه غريبه، فانا كملت عادي يعني، قلت انا لو بدات حاجه هكملها للنهايه. فكان بيتمرن غلط ولسه بيتعملها غلط، قلت له لا خفف الوزن، قام باصص لي قوي كده بطرف عينيه وقال لي تمام. موضوع غريب جدا. وانا زمان وانا في سنه كده كنت اتمنى حد يكون بالشكل ده والعقليه دي مع بعض، خد بالك، يكون في الجيم عندي. والله كنت مش هسيبه، فعلا ما كنتش هسيبه، كنت هروح معاه البيت عشان بس يفهمني حاجه معينه. زمان كان ما فيش سوشيال ميديا وما كانش فيه كمبيوترات ولا حتى في انترنت، كان في حاجه اسمها ياهو، محرك البحث اللي كنا بندور عليه كان ياهو، وكانت الناس بتتكلم من خلال كاميرا قد كده مثلا من السعوديه ربنا يكرمك مثلا ولا حاجه، فما كانش فيه معلومات. فكان لما الواحد يلاقي حد بس طالع له عرقين في ايديه كان ما بيسيبوش، كان لازم يقعد يساله اسئله كتير جدا. فكون اللي حد يجي يديك حاجه ببلاش حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده حاجه نادره، فلازم تحافظ عليها. تعالى بقى نخش المجموعه الثانيه او التمرينه الثانيه بعد 5 دقائق راحه. ندخل بعديها متوازي. انا عاده بحط وزن، بس تعالى اول مجموعه كده بما ان ده وزن جسمي كله مره واحده فاسخن الاول يعني بعيد عن الاصابات باذن الله. بس لما الواحد بيشوف الناس بيتمرنوا في الفيديوهات وتلاقيه مثلا عمل كده تلاقي عضله اتقطعت ولا وتر راح، انا ببقى خايف اروح الجيم تاني يوم، فيعني ربنا يحفظنا. خلي بالك على نفسك، انت بتتمرن عشان صحتك مش عشان الايجو ليفتنج او اللي انت تبقى عايز تشيل وزن وخلاص. لا خالص، على فكره لاعبين الباور ليفتنج حتى مش بيكسروا اوزان بالشكل اللي انت متخيله، فالموضوع بيجي مع السنين مش بيجي كده خبطه يعني. هي اهم حاجه ميل شويه لقدام وابتدي انزل لحد ما كوعك يكون عند مستوى كتفك واطلع تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حلو، يعني ما ممكن ما احطش وزن حتى كمان. اكيد اللي انا عملته في العضله التمرينتين اللي فاتوا دول خلوها تجهد بالشكل اللي وزن جسمي دلوقتي يكون تقيل بالنسبه لها. في حاجه مهمه جدا، مش شرط الوزن اللي انت لعبت بيه الاسبوع اللي فات تقدر تلعب بيه الوزن ده او المره دي. يعني انا مثلا النهارده مش نايم كويس وكمان اخد تمرينه رجل عنيفه جدا، من ضمن التمارين اللي انا خدتها امبارح كانت 100 و 270 على الليج بريس، 8 عدات مجموعتين حاجه كده يعني، فالجهاز العصبي مجهد من امبارح. فما اطلبش من نفسي دلوقتي بقى اللي انا اشيل نفس الوزن بتاع الاسبوع اللي فات اللي انا ممكن اكون نايم فيه كويس ومستريح فيه كويس وكل حاجه كويس. فخليك دايما عملي مع جسمك، اخد راحه واخش المجموعه اللي بعدها.
نبدا. يلا بينا. بص يا سيدي، انا ما اعرفش انت كنت بتصور ايه اساسا، بس اتمنى ان انت ما كنتش صورت اللي انا كنت بعمله من شويه. تعال نخش اول مجموعه. يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. كفايه قوي كده، 5 دقايق راحه. خش بقى على الكتف. ندخل بعديها على الكتف الامامي، لان الشولدر بريس اكتر العضلات اللي بتستهدفها هي الكتف الامامي. مش معنى ان انت حاطط ايدك جنب جسمك اللي الكتف الجانبي هو اللي هيشتغل، الكتف الامامي هو اللي هيشتغل. بس يعني بشكل عام الكتف كله هيكون شغال، بس اكبر حمل هيكون على الالياف بتاعت الاماميه. انا ليه دخلت على الماشين النهارده؟ لاني بصراحه مش عايز اجهد نفسي على الفاضي، هحط الضغط اللي انا عايزه على العضله بعد كده اروح، يعني فاهمني. النهارده كان احتمال كبير جدا ربنا ما يوفقنيش ان انا انزل التمرين اساسا، فاخد احسن حاجه ممكن اقدر اعملها من غير ما احط لنفسي افق عالي قوي اللي انا ابص عليه. يعني هحاول اعمل اللي عليا بس. آه. طبعا انا لسه دي اول مجموعه شغل ليا، فاحط 80% من الوزن مثلا وابدا اشتغل. يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. واحد لا، ممكن ابدا ب 100%. حاسس ان كتفي قادر يعمل اللي انا عايز اعمله. آه. دي حاجه عند البودي بيلدر بس على فكره. هما بيكون عندهم توافق عضلي عصبي جامد جدا، ومخهم مربوط جدا بالعضلات لدرجه اللي هو بيبقى قادر يحس العضله جاهزه دلوقتي ولا لا. بس ليه بيحصل لهم اصابات دايما؟ عشان بيتجاهلوا الوجع وبيتجاهلوا الالم، بيخشوا بغشوميه دايما. لكن هو انت بتبقى فعلا لعيب كمال الاجسام بيبقى قادر يعرف هو ضغطه عالي ولا واطي دلوقتي. كل حاجه بيبقى قادر يحسها في جسمه، لان هو بقى له سنين بيراقب التغيرات البسيطه قوي دي. يلا بينا. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. عظمه. بعد ما استريحنا تعال نخش اخر مجموعه. انا قررت النهارده ان انا اخد معظم التمارين الكومباوند موفمنت او اللي فيها مفاصل كتير، اخدها بمجموعتين بس مش 3 زي ما انا كنت متعود يعني. ايه الوزن ده؟ مين عيل الصغير اللي كان بيتمرن؟ في حاجه لما شفت الفيديو اللي انا لسه مصوره اخدت بالي ان انا كوعي تحت قوي وانا طالع بالوزن. مع الاسف الماشين دي اخرها هنا، بس المفروض الطبيعي عشان تبقى كتفك في مكان كويس اللي انت تبقى بادئ الحركه من هنا مش تحت قوي كده. بس ما بلا دي حيله يعني، فاعمل تركايه اساعد نفسي بالايد دي واخطف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كده يبقى انا كان عندي حق. بما اني المجموعه الثانيه ما جبتش فيها الثمان عدات بتوع المره اللي فاتت، يبقى هي فعلا كده العضله اجهدت بما فيه الكفايه اللي كفايه عليها مجموعتين بس. كان في حد كان باعت لي على الانستجرام بيقول لي ازاي اعرف ان انا محتاج مجموعه او 3 مجاميع او حتى 4. بمنتهى البساطه انا حطيت اتقل وزن عملت بيه 8 عدات اخري. المجموعه اللي بعدها لو كنت عملت 8 عدات برده كان قشطه، ممكن مجموعتين بس. لكن دلوقتي انا جبت 6 عدات، فبالتالي مفيش مجموعه ثالثه وحتى مفيش مجموعه ثانيه. يلا 5 دقايق ونخش اللي بعده. ندخل بعديها بقى رفرف امامي على الكيبل، وجبت الماسكه الواسعه علشان ايه؟ اقدر اخلي ايديا بمستوى كتفي بحيث ان انا اطلع كده. يلا بينا. نقول 35. افرد نفسك، طلع الشيست لفوق، اسحب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يبقى كانت 35 صح. اهم حاجه لما تيجي تنزل تحت ما تريحش الوزن على الفخذ بتاعك، كده انت خسرت المقاومه بتاعت الكيبل. ف ليك دايما ايه قبل ما تلمس تكون طالع تاني.
3 دقايق راحه وانت عارف اللي هيحصل بعدها. المجموعه الاخيره هعمل لكم بس اختبار بسيط كده، هزود 5 كيلو كمان، هم دول 35 اخليهم 40 واشوف هقدر اجيب 8 عدات ولا لا. اللي انا متوقعه اللي هو لا، بس هنشوف. اها ادي 40، 5 كيلو بس. راقب بقى سرعه الحركه بتاعتي في اخر كام عده، شوف هنوصل فعلا للفشل العضلي ولا هيكون حاجه من مخي بس. اكيد باين عليا الوزن 5 كيلو بس فرقوا كتير جدا في الاداء، وكمان يعني تقريبا انا خدت عدتين بس في السرعه الطبيعيه، بعد كده بدا يحصل فشل عضلي او السرعه تقل كتير جدا والاداء نفسه يقل كتير جدا. ده لمجرد 5 كيلو، فافهم ان انت مش لازم تكسر وزن ب 20 كيلو 25 كيلو وحتى 5 كيلو، ممكن 2.5 مثلا. المجموعه دي انا مش هحسبها لانها كانت تجربه للفيديو، هستريح دقيقتين واخد بقى المجموعه الثانيه واشيل 5 كيلو دول. صحصح معايا يا كابتن، ندخل بعديها تراي ضغط بالبار. دي تمرين انا بحبها جدا لانها فعلا من التمارين اللي انا شفت من خبرتي في التمارين اللي هي بتدي سماكه لعضلات الترايسبس. بس اهم حاجه اتاكد انك بتلعبها صح، لان في فرق كبير جدا ما بينها وما بين تمرينه الشيست العاديه خالص. بص معايا بقى. بسم الله. هتمسك ضيق شويه، يعني مثلا عند العلامتين اللي جوه البار دول كده. بعد كده تطلع كوعك لبره وتبتدي تنزل بكوعك الاول وتزق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرينه قويه جدا، يفضل ان انت تلعبها على السميث علشان لما الوزن يتقل عليك قوي تقوم قافل. بس دلوقتي السميث مش فاضي فقلت العبها حر. استريح دقيقتين بعد كده اخش المجموعه الثانيه والاخيره. ندخل بعديها المجموعه الثانيه ونحط التيشيرت علشان ما نوسخش المكان اللي احنا شغالين عليه يعني. بسم الله. زي ما اتفقنا ايدك من جوه وكوعك لبره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عسل. خش الزاويه اللي بعدها في التراي. هدخل بعديها اخر تمرين ترايسبس اوفر هيد على الكيبل. خلي البقره في نص ظهرك تقريبا بحيث ان انت تعمل اقصى مدى حركه لتحت وفي نفس الوقت تكون مثبت كوعك كويس. بص يا سيدي، طبعا يفضل ان انت تبقى معاك شداد وتركبه في ايدك احسن ما تبقى ماسك بصوابعك، بس انا مش معايا شداد النهارده. خلي كوعك في مستوى كتفك، خد خطوه بسيطه لقدام وابتدي اسحب لفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 مور. 1 2. وانت راجع ما ترجعش تلوح نفسك، انزل بوزن جسمك لتحت، حط الوزن وارجع تاني. هستريح 30 ثانيه واخش الجنب الثاني علشان ما اجهدش جهازي العصبي زياده عن اللزوم. بعديها على الجنب الثاني نفس الوقفه ونفس كل حاجه، مش هنغير اي حاجه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 مور. 1 2. وبكده يا كابتني احنا خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. كل اللي عليك اللي انت تنتظم عليها من شهر ل2 وفعلا هتلاقي نتيجه سحريه. اتاكد انك عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك، ولو عندك سؤال في اي حاجه سيبهولي في الكومنت او ابعتولي على الانستجرام. انا دايما جنبك ومعاك، وهدفي ان انت دايما تكون احسن نسخه من نفسك. سلام.